الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. هنعمل النهارده كفته رز من اللي احنا عاملينها. انا عندي معلقتين زيت وعندي ثوم هشوحه، وبعدين عندي طماطم هعملها اقطع لهم يا دوب بس على ما الزيت كده الثوم خلاص. الصوص هحط وبعدين هبهر، هجيب البهارات واسيبه يقطر مع نفسه. بعد شويه هزود يا اما كوبايه ميه او كوبايه شوربه واسيبها الطماطم تستوي كويس، لان الكفته ما بتغيبش. انا هنا عامله الكفته بتاعتي برز، حاطه الربع بس رز. ممكن احط نص كميه اللحمه رز، ممكن احط اللحمه قد الرز. هنا انت اللي بتتحكمي في كميه الرز بتاعتك. عايزه رز كتير بتعملي ده قد ده، عايزه رز وسط بتعملي كميه الرز نص كميه اللحمه. يعني لو عندي كيلو لحمه اعمل له نص كيلو رز. انا هنا عامله اللحمه ربع كميه، الرز ربع كميه اللحمه ديت حسب ما انت عايزه بالظبط. ما شاء الله خلاص الطماطم اهي قربت تقشر. هحط ملح، فلفل معلقه صغيره او نص معلقه على حسب الكميه بتاعتي، كزبره ناشفه. الكزبره بتخلي ريحه الاكل جميله قوي. معلقه كمون او نص معلقه كمون صغيره، وهنقلب ده كله ونسيب يقشر. اهم حاجه عندي الطماطم تستوي كويس قوي قوي. لو عايزه اضيف معاها بطاطس بقطع حبايتين بطاطس واضيف. انا هعمل كده، هي خلاص عندي ايه لسه. هقطع حبايتين بطاطس وهحطهم الاول يستووا، لان الكفته ما بتاخدش وقت. انا قطعت كام بطاطسايه وحطيتهم، اسيبهم بقى يستووا كويس، لان زي ما قلت الكفته ما بتاخدش وقت. قرب ما يجوا يستووا كده البطاطس هحط الكفته. البخار طبعا ايه مش بيبان بس في بطاطس. حطيت الكفته في الصلصه، هسيبها لحد ما تستوي كويس. انا لازم انزلها كده عشان تشرب صلصه كويس. انا بحب اعملها في صينيه علشان ما تتكسرش وانا بقلبها ولا تلزق، عشان تبقى مفروده كده جميله. هسيبها تشرب وتستوي كويس وبعدين نشوفها. ما شاء الله كل حاجه بقت جميله ومستويه. هنقدمها مع بعض. شايفين ادي البطاطس مستويه خالص اهي. مكسر يحلق المعلقه، شايفين اهي اتكسرت اهي، شايفين مستويه. والكفته مستويه جميله. نكسر واحده برضه، نكسر واحده اهي، شايفين مستويه من جوه. عايزه اوجهها اهي مستويه من جوه ومن بره، جميله جدا وريحتها وطعمها حاجه جميله جدا جدا ما شاء الله. دلوقتي نغرفها مع بعض.